بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم متابعينا الكرام. اليوم راح أسوي وياكم كيكة الشاي العادية، كيكة طيبة للعصرية واحد يسويها. هاي طبعا سويتها قبل أكثر من أسبوعين 3، بس هسه يلا قدرت أنزل الفيديو. هاي عندي هنا بهذا الكوب القياس اللي هو 250 مل، 3 كواب طحين، وهنا خليت كوب ونص شكر، و4 بيضات، و4 ملاعق حليب باودر، اي نوعية حليب تفضلوها. انا حطيت المدهش، وهاي عندي عصير 3 برتقالات وبرش قشر 3 برتقالات بس البرتقالي. حطيت رشة فانيليا سائلة وهيل ورشة ملح. وهاي الخليط كملته بعد ما خليت له نص كوب زيت تقريبا. وش خليت بعد؟ هو يعني الشكر و4 بيضات والفانيلا السائلة ورشة ملح صغيرة وبرش البرتقال وعصير 3 برتقالات، صار تقريبا كوب ونص. وهاي هنا دهنت القالب بالهردة والسمسم. دخلت الكيكة على فرن حامي لمدة 45 دقيقة، نار من الأسفل فقط، وأبد ما علقت النار من فوق لأن هو الفرن صار حامي وتحمصت بهالشكل من فوق. ما أحكي لكم عن الطعم والريحة والهشاشة، أتمنى تجربوها وتنال إعجابكم. علينا وعليكم بألف ألف عافية. وإن شاء الله راح أكتب لكم المقادير بأسفل الفيديو حتى تجربوها. طعمها كلش طيب. هاي هنا أنا كنت أحضر، طلعنا أخذنا هاي صادف ورا العيد بأسبوع تقريبا، أخذنا الجهال للمنتزه أنا وزوجة حماية، وأخذنا كيك وكليتشة وهاي السوالف وحب وشاي، ويعني ولقيتها هي هم قطية جايبة شبس وعصير وماي. أتمنى تعجبكم الطريقة وتجربوها. علينا وعليكم بألف ألف عافية. هاي برش البرتقال تقدرون تسوون ببرش الليمون، تقدرون تسوون بالجزر، كلش طيبة تطلع. والكيكة تصير طيبة إذا ما تخلوا لها مي هواية. يعني أنا اكتفيت بعصير البرتقال وتقريبا خاشوقتين أكل مي احتاجيت، بس يعني ما خليت لها مي هواية. شوفوا والله ريحتها ترست البيت. وخطاري جاني اليوم هلا بيهم هلا، بالبيض ضافوني هلا بيهم هلا، وخطاري جاني اليوم هلا بيهم هلا، بالبيض ضافوني هلا بيهم هلا، قدرت قهوة وشاي هلا بيهم هلا، وبتسمن عيوني هلا بيهم هلا، قدرت قهوة وشاي